بمجرد ما دي تبقى منورة يبقى القصة لسه شغالة، أول ما تطفي يبقى القصة انتهت. وأهلا بيكم في البرجو بيحكي. أخيرا بعد طول انتظار، دي السلسلة اللي أنا كان نفسي أعملها بقالي 2-3 بجد. القصة اللي أنا هحكيها النهاردة دي بجد كان بقالي 3 سنين بفكر إن أنا أعملها أقولها، بس ما كنتش عايزها تطلع في وسط الفيديوز الانترتينمنت اللي احنا بنعملها، لأنها بجد قصة مؤثرة جدا في حياتي. فكنتش عايزها تعدي مرور الكرام كده مع فيديو رياكت بصراحة، مع ان بحب الفيديوز الرياكت طبعا، بس دي اللي انت هتعرف فيها عني شوية وعن قصص تانية كتير عشتها. ودي السلسلة اللي احنا نمشي عليها بشكل ديسيبليند اخيرا مع الفيديوز الرياكت من البرجو بيحكي. وانا في الجيش، قبل ما اخش الجيش كنت بشوف مين اليوتيوبر او مين الانفلونسر او مين البلوجر اللي دخل الجيش قبلي، ايه المجهول اللي انا داخل عليه. ما لقيتش، كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. ليه ما فيش حد بيحكي تجربته في حاجه مش عاديه، يعني حاجه بتطلعك حد مسؤول، او حاجه مش عاديه، يعني انت مش رايح النادي. يعني في 2018 اشتغلت في شركه اعلانات، فكنت انا من الكوبي رايترز اللي بكتب اعلانات في الشركه، وكانت برضو حاجه جديده قوي زي اليوتيوب. لما كنت تقول حد انا يوتيوبر يقول لك ايه، يعني لما تروح تتقدم هتقول له انا يوتيوبر. كان ساعتها برضو الناس تقول لي انت شغال ايه، حد كبير كده في السن اقول له بكتب اعلانات، يقول لي خطاط، اقول له لا مش بكتب يفط، انا بكتب افكار اعلانات. يقعد بقى يبص لي كده اللي هو انتوا الجيل اللي بيبيع افكاره وبتاع، بيحسسنا بعت روحي للشيطان ساعتها. وانا اللي هو بقعد اقول له لا والله، هتعرف طارق نور، تعرف الضرايب مصلحتك اولا، عارف الاعلانات اللي هي بتاعت تصدق ان ام احمد فوق سطح بيتها بتشوي دور، انا بعمل الافكار دي. فهو شايف طلسم قدامه عايز يصرفني كده، اللي هو انتوا مين كنتوا الشباب دول ده انا يا ابني الاعلانات دي على ايامنا كنا بنكتبها بخط الايد ونروح حاتفينها في البيوت وحاجه قمه التجسس والتعدي على الحريه الشخصيه. بس مش هكمل لكم قصتي في الشغل، يعني بالذات في الشركه اللي انا كنت فيها دي، هحكيها في حلقه تانية، حلقه جديده من البرجو بيحكي. بس كانت كوميديه قوي. يعني اتطردت من الشركه ورحت يعني في 2020 كنت في ثالثه جامعه، وخلاص بقى اللي هو رابعه وبعد كده جيش. فانا كنت عايز خلاص مخطط انا هفلسع من الجيش ازاي، ان انا هعيد سنه ثالثه وهعيد سنه رابعه كذا مره، هاكل لحد ما اتخن. فانا هضمن يعني، ولو في طريقه اعمل فلات فوت هعمله، ولو في طريقه، وكنت لابس نظاره وعمال بقى اللي هو خلاص انا اعفى في جيبي. وجت 2021 دخلت سنه رابعه، فجيت الترم الاول ما دخلتش 3 امتحانات حرفيا، ما دخلتهمش يعني، ما صحيتش، ما استلمتش ورقه. الترم التاني دخلت كل الامتحانات. قال يعني بقى الواد المجتهد اللي ايه بيعمل اللي عليه. ما انا برضو قلت خلاص يعني اعيد على 3 بدل ما اعيد، لان انت لما بتشيل 3 مواد بتعيد السنه، 2 بتخش سمر كورس. فانا قلت ايه اخش على 3 اعيدهم ويبقى معايا براح، وخلاص ضمنت ان انا هعيد. ما رحتش 3 امتحانات. وقمت مكلم حد اعرفه بره مصر من صحابي، وقلت له بقول لك ايه، مش جاي منك استثمار، عايز اعمل فلوس. يوتيوب مش جايب همه قوي برضو، يعني الناس انت بتقبض بالدولار. ما هو ده بسببه لا مهم. رحت مكلم صاحبي ده، بقول لك ايه انا عايز اعمل شركه. قال لي ده ما جامد قوي. هو كان بيثق فيا برضو، وعنده كده اللي هو نظره بعيده عني كويسه بقى، اللي هو انا يوتيوبر عندي 300,000 ساعتها. 300,000 على يوتيوب ده كانش فيه لسه في شورتس، فكانت 300,000 بيجوا كده، يجوا كده. قال لي طب جامد والله، محتاج كام؟ قلت له محتاج 25,000 جنيه. قال لي ايه؟ قلت له عايز 25,000 جنيه. انا كنت ساعتها داخل على امازون وعارف انا هجيب ايه بالظبط. يعني بعد ما استغرب وقعد يوم كامل بيحلل الشخصيه الجديده اللي بيتكلموا دي، واللي هو 25 الواد اتهبل. قال لي يا ابني دي شركه. قلت له عادي، ما انا هروح اجر روف ب 3000 جنيه في الشهر في التجمع عند واحد صاحبي، هنجيب ركنه وهنجيب مكتبين وشاشتين كده ايه ونشعل الجو، وهجيب واحد صاحبي مونتير كان اسمه نور يوسف ده مخرج دلوقتي فاجر، بيعمل كليبات راب فاجر. الواد فاجر، اللي هو انا ببص له ده كان شغال معايا، ممكن اقول للناس ده كان شغال عندي واعمل كده بقى. وكان يعني مرتبه اللي هو ايه اللي هو هتاخد 15% من ارباح الفيديو، يعني اللي هو الفيديو اللي كان بيجيب لي مثلا كوبايه شاي. شلنا بعض والله، ربنا يبارك له نور، ربنا بجد انا بحبك يا نور لو انت بتشوف الفيديو ده. كان في عصام صاحبي قال له انت مدير الشركه، وهو فعلا يعني كان كل شويه يجي يمشي، ما يعجبوش الحال ده بقى، هو ما كانش فيه شغل
هو بيجي يمشي يعني، بيجي يبص كده ويقعد يشرب سجاير ويمشي. طب يا عصام يقعد يعمل لي كده اللي هو يعني اعمل ايه مش فاهم. اقول له خليك مدير الشركه. يا جدعان انا بجد عايز احكي قصه الشركه اللي انا عملتها مع الشركه اللي انا اترفدت منها، فمش عايز اخوض في تفاصيل اكتر من كده. فبعد ما عملت الشركه دي بجد ابتدى يجي لنا شغل وكلمنا نجوم بجد، كانوا نجوم اللي هو انا مستغرب انا ازاي قاعد مع الناس دي بتفق معاها على ديل وانا لسه هروح اجر كاميرا، اللي هو مسؤوليه وحاجه. كانت الشركه اسمها كليك بيت. الشركه دي انا لسه يعني هرجع لها بقى، انا عملت لها بوز وقفتها كده وهرجع لها تاني. فقمت طالع على البيت، لقيت امي بتقول لي يا ابني مايكل جارك معايا كان في نفس الجامعه جاب النتيجه النهارده، ما تروح تجيبها. قلت لها بص ياما يا ست الكل ست الحبايب، ايه ده انت محلوه ياما، انت ايه ده انت بتكبري ولا بتصغري وبتاع. انا ما روحتش 3 امتحانات، رحت باصص في الارض كده بقى. وامي بقى يا نهار احوس وانت مش عارف ايه وازاي وبتتخن يعني على كل ده عشان الجيش، مقاومة انسولين وفشل يا لهوي. قعدت اقول لها امي والله ده انا بعمل بيزنس، ده انا بيزنس ايه جايب لي روف في التجمع. وعملت لي كده اللي هو يعني انا بجيب بنات كل يوم وكل انواع المخدرات. قلت لها يا امي لا والله يعني فعلا امي كانت بتديني انسبيريشن ازاي اصيع من الشك بتاعها فيا والله، مع ان انا عمري ما فكرت في الحاجات دي، كنت عايز اعمل فلوس. وانا اللي هو طب هو انا ليه ما بعملش كده، ما كل الناس لوحدها فعلا بتعمل ده. تقعد تشك اللي هو انتوا بتروحوا الروف ليه وتبص لي البصه اللي هي، وانا اللي هو تصدق فكره طب ما اروح الروف اعمل ده، ما هي خربانه خربان. الحمد لله يا لا الواحد ما وقعش في الحاجات دي. قمت قلت لها معلش وايه، والسنه دي بس هظبط كده ايه ميشن واعمل فلوس واخش الجيش، كأني رايح اشتري حاجه يعني اخش الجيش. حاضر. طبعا انا عارف دلوقتي الناس بتشوفني واد طري بقى اللي هو انت ما كنتش عايز تخش، 80% من صحابي ما دخلوش الجيش وانا عارف هم عملوا ايه وزوغوا ازاي، فعلى الهادي يعني على الهادي. كله بيتخن عشان ما يخشش، كله بيسافر ويرجع عشان يدفع ولا المهم. قمت قلت لها بصي ما هو ده اللي قالت لي طب روح هات النتيجه طب على الاقل. قلت لها ما روحتش 3 امتحانات اجيب ايه، ما خلاص بقى. قالت لي طب انا رايح اجيبها. قلت يعني هي فيها بركه يعني ما اتفضلي يا امي روحي هاتيها، الجامعه جنب البيت كده كده وابويا هيوصلها بقى. رحت الشركه بتاعتي اللي هي لقيت نور نايم، ما كانش فيه اكل بقاله 3 ايام في الشركه يعني، ما فيش ميه وكانت رجله الاتنين مكسوره. انا عايز مش عايز احرق. انا عشت اكتر سيناريو كوميدي في الحياه يعني، البرجو بيحكي دي بجد جايه بثمارها. فقمت طالع لنور وبتاع مفوقه يا عيني، كان داخل في غيبوبه سكر. قلت له يا اسطى قوم نصور. فهو قام لي اللي هو يلا حاضر وبتاع، وراح واقع بالكاميرا باظت. كان يوم مش كويس يعني، كان يوم مش انا فاكره كويس، كان يوم والرينج لايت باظ الشركه بتضيع. فلقيت امي بتتصل بيا احمد مبروك. قلت لها ده مين ده؟ لا انت نجحت. جامد يعني ايه. كنت مستأذن من نور قلت له كمل غيبوبتك انا رايح لامي اشوف ايه القصه دي. ورحت لقيت امي ماسكالي شهاده تخرج اللي هي مكتوب حاصل على بكالوريوس وفيها صورتي، حاجه غريبه قوي، مش دي الشهاده اللي انا بجيبها ايه ده، وفي 3 نسخ ولا 4 نسخ وبتديها لي كده. دفعت كام؟ انت عملتي ايه ياما؟ انت مش مبسوط ازاي انت؟ وابويا بقى اللي هو بصت الايه اللي هو يا ابن الكلب، وباصص لي كده ابويا بقى اللي هو تعملها فينا احنا، وربنا انا ما روحتش 3 امتحانات والله، انا شكيت في نفسي، وامي وابويا مبسوطين وانا اللي هو طب انا عمال افكر هروح الجامعه اقول لهم ايه يا جماعه عيدوا بس ده مش انا اشوفه بقى حلو، انا عايز اعيد حتى لو ناجح. عمال افكر ايه السبب المنطقي اللي انا هروح بيه الجامعه اقول لهم انا عايز اعيد، وامي وابويا مبسوطين ومستغربين ان انا مش مبسوط. ما ابويا كان وحيد امه وابوه يعني. ومن هنا بقى ايه الصدمه بقى اللي هو طب ده، والشركه اللي انا ببنيها بجد كنا خلاص بنعمل فلوس فعلا وفي ديلز انا عاملها مع فنانين والله، وفي واحد سالف منه 25,000 جنيه هرجعهم له ازاي. قعدت بقى هنا دي كانت الايه عارف انت السواد، تحس بقى ان انت جسمك بيقشعر والدنيا بتضيق كده وانت تخين اصلا بسبب ان انت عمال تلغ عشان ما تخش. قمت رايح الكشف الطبي. لو يوم تلج انت بتحس بالشمس بقى وهي ايه بتلمسك ما بين الفروة وما بين القورة كده، في بقى ومطبق
وبتحس بالرمل وهو بيخبط في وشك كده وانت نازل، تحس كده بيبقى مساماتك كلها مفتوحه، بتبقى حاضن الكون كده، بتبقى جزء منه. صوت الناس بقى في الشارع والزحمه وبتاع، وبتركب وبتروح وتقف طابور، بسم الله ما شاء الله. يعني معرفش يوم القيامة بيبقى الدنيا هتبقى عاملة ازاي. انت هناك بتقابل كل بقى انواع البشر من الدلتا للصعيد حرفيا، وتلاقي حد بيسألك كأنك انت لابس بدلة ميري قدامه، هو انا اعمل دي مع يا ابني انا جاي زيك. والاقي حد جاي لي، هو انت دي اول مرة؟ معرفش يعني، مش جاي اخد حقنة، ده كشف طبي. يعني ايه اول مرة؟ ما هو ميعاد محدد. اصل انا بسمع ان الناس هنا بتكشف كويس، يعني بيعرفوا مين اللي بيمثل. قلت له طب ما جامد جيش. وقمت داخل على دوري. طبعا انت بقى بتروح ايه، صليتي مليتي، بس مفيش الجو بتاع وطي والحاجات اللي معرفش انا مين اللي الف الحاجات دي. بيسالوك يعني، انت مش بيفلوك، انت برضو بيسالوك عندك ايه. قال مين عنده فلات فوت؟ قمت رافع، قال لي تعالى وري ما عندكش، وانا فعلا ما عنديش فلات فوت، معرفش ليه رفعت ايدي. قال يعني بقى والنبي والنبي مين نظره ضعيف؟ انا. قمت رايح بقى، قلت خلاص هي دي. قام مديني قطره. القطره دي اللي هو بيكشفوا بقى على عينك دايركت، يعني اللي هو بيبقى قدامه العين بق عينك كده بتاع، ولقوا ان نظري قشطه تمام عادي. قلت له طب انا تخين ده ايه اللي عنده ايه طيب؟ قلت له، قال لي لا انت جسمك حلو انت. فانا فاهم اللي هو ده واقف له كده بقى. قال لي انت 190 سنتي يعني تخين ايه؟ تعال ده انت لقطه، ده انت يا ابني الصاعقه بتدور عليه. طب والنضاره وكده لائق بيه؟ لائق بيه دي يعني اللي هو ايه، ما بتروحش سلاح تقيل، ما بتروحش حاجه صاعقه فعلا. قال له طب هو في ايه بعد لائق بيه؟ قال لي اعفى عادي او لائق جيم، مش فاهم. طب ما تديني اعفى. ما لا، انت لقطه، انت 190 سنتي وبالجسم ده طلع لقطه يعني. يا ريت طب كنت اخس بقى، كنت اعكس. فضيت الشركه، خدت الركنه بعتها على اوليكس، خدت الشاشات حطيتهم في البيت، خدت المكاتب، ده واحد منهم. ايوه فنان، معلش والله انا داخل الجيش. فاللي هو عايز يقول لي وانت عبيط يعني بتعمل معايا ديل وانت ده؟ معلش بقى. وكان شكلي عايل بقى وبتاع. ونور ابتدى يفرح ان هو هيسيب الاسر اللي انا كنت واخده فيه ده وهيروح، لان هو يعني بجد ما كانش فيه اكل ولا شرب في الشركه، وهو رجليه الاتنين مكسورين، ما كانش بيعرف ينزل يشتري حاجه، واحنا في روف دور سابع ولا ورحت قافل الشركه واديت المفتاح اللي انا مأجر منه، وقفت كده لا انا كده بقى ولا تعليم، خلاص خلصت، ولا شغل ومفيش مهرب بقى. انا داخل بس يا سيدي. فلقيت ان مفيش غير ان البدله الميري في وشي خلاص. قبل بقى ما اروح بيوم رايح للحلاق، انا احلق بكره الدقن والشعر ده، فقلت استغل النهارده واصور فيديو. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم احمد سعيد فيرجو. محدش يقول اي حاجه دلوقتي عشان انا قلع ايه، مش قلع الكاب على جثتي. هنا بقى انت بتبقى قاعد متخدر، كل شعره منك بتقع، انت بتدفن بيها شخصيتك القديمه، بتبدا تكشف عن شخصيه جديده منك، بتبدا تبص لها بقى كده انت مين، عايز تتعرف عليها بقى، عايز تتحط في الموقف اللي هنا تتعرف عليه، مين الشخص الجديد ده وايه اللي احنا داخلين عليه ده، ويا ترى هتعمل ايه في اللي انت شخص بقى جديد بقى بتولد وشعر قديم بيقع كيان جديد بيظهر والناس تسقف وفشار يقع. وقمت مسلم زياد زاز، وقمت مسلم بقى للامر الواقع، وخلاص انا داخل على المجهول. ورحت نافخ صدري كده، يلا بقى، ما هو اللي دخل احسن مني في ايه. وقعدت هنا بقى افر على مين اللي دخل الجيش محدش بيشارك تجربته، كله بيقولك تاخد ايه معاك يا عم، ما هاخد ادوات نظافه وهاخد بوكسرين اخلص، عايز اعرف هعمل ايه هناك. ما فيش. رحت يا باشا بقى ايه، تاني يوم الساعه 6 الصبح ابويا وصلني،
السلام عليكم، سلام يابا، سلام يما، وقمت داخل وسط ايه كل الناس اللي جوه قرع زي بقى، كله بقى لابس شنطه وواحد يجري وواحد يعرق اروح فين وانا بقى اللي هو برضه كل الناس تسالك وانت تسال هو انا المفروض اروح فين، لحسن تركب مع اللي رايحين الصعقه بالغلط. محدش هناك عارف ايه اللي النهارده هيحصل. واقف مع الشباب، هو انت اللي رايح كذا؟ قال لي قلت له طيب انا معاك. الناس تيجي انتوا تعالى، لحد ما جمعنا نفسنا فعلا وجم توزع علينا بقى الكارنيهات بتاعتنا، يدخلك اي كمين ترفعه يعديك، جندي مصري. الله يخلي لنا الدنيا. حسيت بقى هنا ان طب ما جامد والله، يعني الكارنيه ده يعني انا ممكن اخش على كارت اعمل له كده الله بس انا معيش عربيه. ويجي لنا بقى ظباط محترمه كده، ازيكم يا رجاله عاملين ايه، اهلا بيكم في اول يوم الميري. نبره بقى كده بتسمعها جسمك يقشعر وتبدا تحس انك راجل بقى ايه ده انا راجل ازيكم يا رجاله مش عارف. فانت اللي هو بتبدا يا نهار اسود هو واخديني ليه جد قوي كده. وفعلا كلمونا بقى اللي هو احنا داخلين على ايه وهنعمل ايه، و45 يوم تدريب و كان ساعتها 45 يوم. انت هنا بتفهم انك داخل على مصنع رجاله فعلا، اللي هو انت داخل بقى ايه، فكك من البت بتاعتك حرفيا بيقول لك تعال انت بتطلع من هنا لو رحت فين هتعرف تعتمد على نفسك. فانت بتبقى اللي هو طب ما جامد، وفي نفس الوقت نهار طب ما انا عايز برضو، طب ما تسيبولي موبايل لاف طبعا الحاجات دي نهار اسود. لاف انت لو اتقفشت بكارت شحن يا نهار ابيض. وابتدوا يفهموك بقى الدنيا هتمشي ازاي وهتاكل ازاي وهتروح ايه ومين مسؤول عن ايه والشاويش ايه. بتبدا تاخد بريف، بتتبريف وبتفهم بقى دورك. وبرضه بتلاقي حد بيسألك هو يعني طب كده ما يا ابني بقاش بقى. رحنا مركز التدريب كلنا واقفين برضه، بس ابتديت الاقي ناس فاهمه، يعني ابتديت الاقي الناس فعلا واقفه وحفظت الموضوع وانا برضه واقف اهبل كده اللي هو انا مش فاهم حاجه وماسك بقى حاجه يعني زي مخله المفروض اخد فيها حاجتي اللي ما احنا بناخد لبس النوم ولبس التدريب ولبس الافرول بقى اللي هو الجيش. فانا مش فاهم اروح فين، بس في طابور المفروض اخشه بس انا مش عارف مقاسي هعمله ازاي، فانا بقى مش فاهم. وفي ناس وانا اللي هو طب كنت داخل لقيت ان هم حطوا لي مقاسي انت عرفت منين هو انا للدرجه دي 3 اكس؟ يا لهوي انت جادجمنتال قوي. ده بيبقوا عساكر قبلك، عساكر اقدم منك انت بقى بتخش دول زمايلك فبيدوك الحاجه. فواحد جادجمنتال اداني اكبر حاجه هناك يعني، ولو حاجه ما جاتش مقاسك بتبدل مع اللي جنبك يعني بتلاقي كل المقاسات. بس خدنا كل حاجه. طبعا اللي مطبق بقاله يومين رايح معرفش ليه يعني ليه تطبق يومين عشان تروح ايه امال لو راح دريم بارك تطبق يومين للدرجه دي مش قادر تنام من الفرحه. بتحس اللي هو لا احنا رايحين لازم نروح. واحنا حرفيا انا كنت رايح واكل وشارب شاي بلبن يعني حاسس ان الدنيا ايزي. واحنا بنقيس قدام بعض بقى كده كان في تيشيرت ضايق عليا وبطني مدلدله كنت واكل دانكن دونتس كتيره وبجري عشان اشوف حد معاه تيشيرت اوسع وبتاع، فبجري والناس عماله تبص عليا اللي هو الواد ده عبيط ولا. فحس ان انا يعني فاهم على الله الواد ده بتاع ربنا ده. وانا حسيت النظرات كلها بقت اللي هو وبنضاره بقى وعرقان بعمل ايه طب هات ده وخد ونقيس خلصنا القصه دي بقى وزعونا على العنابر اللي هو بيبقى فيها مجموعه اشخاص في مكان. طبعا السراير هناك دورين، بتخش بتلحق بقى اللي بيلحق فوق واللي شغل اللي مع عياله. انا كنت عايز انام فوق عشان المروحه سمعت ان هي بتبقى طراوه. لقيت واحد خد السرير اللي قدامي فوق وقال لي نام انت هنا، فانا اللي هو رحت جاري جوه بقى خدت سرير فوق ورحت طالع نايم عليه. عايز انام عايز لان لا هتصحى بكره الساعه 4 الفجر بالمناسبه، يعني هتنام بالليل وتصحى بالليل هتشوف الشروق. قمت نايم ومفخد انا بقى افتكرت ان انا في سرير بيتي بقى اللي هو رحت ناطط النطه اللي انا بنطها دي وبتقلب النطه اللي هو انت جسمك بيتحرر تلاقي كرشك طلع والبنطلون سقط وحاجات بانت. النطه اللي هي قمت عاملها راح السرير نزل والله العظيم على اللي تحت. انا فاكره كان اسمه ياسر، حبيبي ياسر، كان من التجمع برضو، ولد ابن ناس قوي. انا لقيت مره واحده السرير وقع كده، هو حديد السرير حديد
ولقيت الناس جوه بتاع 20 واحد. يا نهار اسود انزل بسرعه. فانا مش في دماغي ان في حد تحت. كان لغدي كده بقى اللي هو في ايه يا جماعه؟ انزل يا عم في واحد تحتيك. وهم شايفيني الصبح بقى وانا عمال اجري وعايز البس الحاجه فهم عارفين ده على الله، الواد ده على الله، الواد ده هبل. هو ده الفقره بتاعتنا بقى. انا خايف اجي كده يبقى هو هنا بقى. طب اعمل ايه؟ وراحوا شايليني بالسرير. ما شاء الله ده احنا في اول يوم يا جدعان. ايه امال لما تقعدوا ال 45 شايليني بالسرير. بنبص لقينا الواد بيقول انا كويس. تناكه كده يسر لنا انا كويس، ممكن تخلوني انام. ارموني عليه تاني بقى. راحوا قالوا له طب انت نام فوق وهو ينام تحت. فبصيت لقيت ان الواد الجادجمنتال اللي اداني انا بكرهك يالا والله اللي هو نام تحت ليه؟ طيب قال لي عشان انت ما ينفعش تنام فوق، انت تخين. ما لو كان معاه موبايل كنت كنسلته، ما كنتش اعرف اطلع ستوري ساعتها. نمت وصحيت على الفجر لقيت ان لا لسه فاضل ساعة والطابور يبدأ. ما كان في مثلا معتمدين على 3 معانا في العنبر ده مع لابسين ساعات. احنا كنا داخلين كده طب هنصحى الفجر ازاي؟ اظبطوا ساعاتكم. طب ما انا مش جايب ساعه، ما اتصرف. جيش بيقول لك اتصرف بجد، بس ذكر ما تطلعش الفجر. في الحرب هنوزع عليكم ساعات ولا ايه؟ هنوزع كاسيو جي شوك ولا عليكم كمان مع المخله بقى؟ واحد صاحبنا اللي هو معاه ساعه صحينا الساعه الواد ده يعني طلع عينه، راح لحد ما قلع الساعه وعلقها على السرير بقى شوفوا انتوا مع نفسك. فقال لنا الساعة 3، فاحنا المفروض 4 بالدقيقة. فطب يا جماعة احنا صاحيين، طب نعمل ايه وبتاع. لقينا بقى ايه؟ افلام بقى، قصة افلام. واحد راح ده انا كنت بره الدنيا كانت ضلمة كحل ونور القمر راح ضارب على الارض وفارش عليها كده المطرة كانت وقتها بتمطر والبرق بجد باين، يعني كانت الاجواء تسمح لحكاوي زي دي. ولقيت حاجة قدامي كده بتجري كده. ابتدينا في الايه، في اللعب منه. ده احنا اول يوم يا ابن الجزم يا جدعان. ده يكون ايه ده؟ قلت له هو ليه انت شفته فين؟ قال لي في الحمام بره، لان بره في مكان للحمام مخصوص تاخد فيه الدش وكده. قلت له يعني ما اكيد يا خيال ايه يا اسطى. انا بقى قلت هم شافوني على الله ان انا الواد بقى اللهبل الهلاهوت بتاع، انا هطلع اوري له ان انا فاجر عشان لما يصحوا يقولوا له الواد بيرجو طلع لما حكينا القصه دي وسط المطر والبرق. طلعت يا باشا ورايح عند الحمام، يا الدنيا ضلمه كحل، بس فجأة البرق جه لقيت خيال قدامي بجد. اترعبت ورحت مدي صريخة بنت فجرة. صريخة واحد مش هقول لك مش في جيش ايه، كنت في حضانة. وفجأة لقيت العنبر كله صحي وبيجري. انا كنت عايزهم يصحوا يعرفوا يعني. لا كله صحي وبيجري. مين اللي صوتت دي؟ فببص كده ايه، قلت لهم في حاجة قدامي. فالبرق جه تاني، طلع واحد زميل مننا بس في عنبر تاني واقف بره بيشرب سيجاره، بس الدنيا ضلمه. فالبرق جه فظهر. ما توفقتش في اول يوم يعني، كان التعارف ماشي كده. فبعد كده اكتشفوا ان انا بجد دمي خفيف. انا برضو اكتشفت الشخصيه الجديده اللي فيا دي ان هي دمها خفيف. ما طلعش انه محتاج مونتاج يعني، مش محتاج اعمل رياكت عشان اضحك. طلع ان انا فعلا هم قالوا لي انت، عملوا لي كده لا يا ابن فيها شتيمه لهم. تحول بقى الايه البصه اللي هو بتاعت هو الواد ده عبيط ابتدت تبقى قبول. لا الواد ده فاجر يا جدعان، الواد ده شايل حاجه جوه. لا الواد ده مكانه مش هنا، الواد ده كده على اليوتيوب. انت تعمل قناه. كان في واحد هناك بيقول على القناه قناه، انت تعمل قناه على اليوتيوب. والاقي بقى في ناس بتشبه بجد بقى عليا، وانا اللي هو ابدا اعمل كده. يا عم لا يا عم مش هنا. يقول لي طب وناخد صوره مع بعض ازاي؟ اقول له ما هو امضي لك باراجراف ولا مش عارف اسمها اوتوجراف. بس هناك بقى انت بتلاقي كل الناس شبهك، نفس الحلاقه نفس اللبس نفس كل، بتناموا بنفس اللبس بتاكلوا نفس الاكل. دي حاجه بتشيل منك الايجو، الغرور اللي في نفسك ده بيتشال. بتبدا تكتشف بجد ذاتك. انا جوه لقيت احمد مش بيرجو، لقيته فاجر والله واد روش قوي، لا واد رايق اتحب كده. واتعرفت بقى هو الزلبطه ده اللي انا كنت يعني الشعر اللي وقع ده بتاع الواد اللهبل اللي اسمه يا نهار اسود. عمال اكتشفه بجد. حسيت ان فعلا احمد لا ده فاجر. ايه ده الحلاوه دي؟ امال حاطط لي بيرجو كده هو الواجهه. طب ما انت رايق اهو. الشخصيه القديمه دي كانت بتخاف من اللي انا فيه ده اللي هو اتسستمت فيه كده.
وعملت صحاب وعملت قصة. انا بعلى يعني، عارف انت بترتقي، انت كنت خايف من المجهول، انت في المجهول يا مان اهو بتعرف تتصرف. الشخص بقى اللي كان بيخاف والشخص اللي كان على الله والناس كانت بتبص له كده، هو الواد ده ماله بتاع، بقى محبوب وبقى بيعرف يتعامل وخد على الميري وفهم بقى، فهم اللعب، فهم الدنيا ماشيه ازاي، صياعه وجدعنه. فجاه اكتشفت المجهود اللي انا كنت بقول مستحيل اعمله ازاي، تمارين واصحى ده الصبح وانام، لقيتني بعملها عادي، جسمي بيكذب عليا وعقلي كشف لي الكذب ده، اللي هو اهو يا معلم عادي. حسيت ان انا كنت حاطط نفسي في قصه، اللي هو لا، دخلت لقيت القصه يعني انا فيها، ما هي فليكسبل، العملية سهلة قوي. بس طبعا في اوقات بتحس فيها برضو ان اهلك وحشوك، صحابك الحياة اللي هي من كام يوم، برضو انت كنت في حياة تانية، انت بتتحول، بس برضو انت بتكتشف قوتك، انت بتعرف تتعامل، ما متش، ما حصلش بانك، انت بتتعامل وراجل فشخ وسط رجالة، وسط ناس حاسة بيك وانت حاسس بيهم، محدش عايز حاجة منك، مفيش حد بيتعالى عليك لانه هو لابس نفس اللي انت لابسه، ونفس ستايل شعره هو ستايل شعرك، ريحته هو مفيش، فاهم الدنيا، بتاكلوا نفس الاكل في نفس الطبق. فالايجو ده اتشال، مفيش حد بيتعالى، مفيش، كلكم يعني سواسية بجد. دي احلى حاجة انا شفتها جوه، دي التجربة، هي دي ان انت بتكتشف بجد النواة، الكور بتاعتك، بتبدأ تفهم انت مين، بتنعزل عن العالم الزحمة الماتريكس اللي بره، بتبدأ تبقى انت والنجوم بالليل، بتنام بالليل وتصحى تشوف شروق الشمس، سيستم طبيعي، فاهم قصدي؟ الفلاحين بيبقوا كده، بتلاقيهم راضيين بحالهم جدا، تلاقي راجل فلاح مش عايز فلوس، عايز حتة أرض ويزرعها عشان ينام من العشاء ويصحى الفجر، حرفيا دي كانت الحياة جوه. وتحس اللي هو أنا وخسينا والدنيا كانت لذيذة، وخدت على الوضع وهناك بقى انت بتبدأ تشوف عايز تعمل اكتيفيتي زيادة، يعني بعد كل اللي انت بتعمله جوه وتدريباتك والصحاب اللي بتكونها والتجارب كلها مع بعض، بعد ما بتكون نمط كده ليك، بتبقى عايز تعمل حاجة زيادة كمان. رحت رايح الكانتين اشتغل فيه، هو عشان انا كنت شويه من طابور الصبح عشان اتحجج ان انا كنت بشيل حاجات اوديها هناك، عشان كانوا بيستغلوا برضو ان انا العساكر القديمه هناك، فكنت بشيل ازاز ميه وبتاع اوديها هناك، فكنت يعني بيوفر عليا شقه الطابور الصبح، يعني بعرف اكت. كان هناك اللي هو الناس تمثل ان هي تعبانه بتكشفوا عادي. انا في مره واحد صاحبي كان يومها احنا بناخد الفاكسين بتاع الكورونا، فانت بتصحى جسمك متدمر، فالطابور بدأ هناك، في الدنيا عسكرية يعني، الطابور بدأ، انت لازم تبقى هناك مش تصحى تروح، طابور بدأ يبقى انت هناك. انا وهو واتنين كمان كنا في السرير في العنبر، فجيل بيبقى عليك حاجة اسمها، واحد اسمه حكمدار هو مسؤول عن العنبر، فيلا يا جماعة نروح قلت له لا انا جسمي مكسر، وياسر اللي وقع على السرير قال له انا مش هقدر اقوم، هاتولي دكتور. فانا استنتجت قصة بقى هاتولي دي فيش ساعة مان يا باشا يا اسطى الله يبارك لك. فانا رحت قايل له بص يا ياسر انا تعبان، فانا يعني بضحي ان انا هتجازى، معرفش ايه اللي هيحصل، يعني داخل على مجهول، بس انت ما تبقاش استحقاقي هنا، يعني انت جاي هنا برجلك، احترم بقى ده. قال لي لا انا سخن، انا محتاج دكتور، هو من التجمع بقى فجي عسكري قديم قال له انت يا ابني مالك في ايه؟ قال له انا تعبان. قال له ما كلنا تعبانين، ما كلهم خدوا اللي انت، ما يلا. قال له لا انا عايز حد يجيب لي دكتور، كلم شاويش واحنا سامعين صوت الطابور، فلقيت مرة واحدة المايكات عليت، الرمم اللي في عنبر كذا لو ما جوش في خلال 10 ثواني ارض الطابور هم حرين،
وبعد كده سمعنا 10 9 فيا نهار اسود ده بيعد. يا نهار اسود. قمت انا قايم اجري وياسر قام قايم متكلفت معرفش نام بالبوكسر ولا ايه، متكلفت بالملايه. ورحنا ولا كاننا قفشونا في شقه مشبوهه قدام هو قال تعالى كما كنت، يعني تعالى زي ما انت، ارض الطابور زي ما انت على وضعك، ما تلبسش، تعالى. فرحنا، فالشاويش بصلنا كده اللي هو نعم. هو مش عايز هو ايه يعني ايه اللي انتوا يعني ايه ده، يعني ايه سيادتكوا لسه على السرير؟ افهمها. وقعد بجد بص، غالبا كنا حاله شاذه يعني ايه في الجيش وقاعد على السرير وقت الطابور. هو عارف انت اللي هو بيحسسك ان انت اول حاله يحصل كده، فبتحس ان انت داخل على كارثه. فاللي هو ايه يا جماعه، مفيش علوقيه ولا هو ما يعني تعبان. قلت له ما جسمي وجعي، راح مشاور لي على ارض الطابور كلها. يعني انتوا رجاله على يا لهوي تصعيد امور بقى يا عم لا، العكس، ممكن هم رجاله علينا. انزلوا 6 استعد. 6 استعد دي بتنزل زي اكنك هتلعب ضغط، بس ما بتنزلش ولا بتطلع، بتفضل كده. فاللي هو حضرتك احنا جسمنا هو ما بيتكلمش. هو انا معرفش ايه التنويم مغناطيسي، بتلاقي نفسك بتنزل حرفيا. لقيتني بعمل 6 استعد وايه ولما تقع بقى يعني ما اقع يعني ما انا عارف اللي هو بقول له انا مش قادر، مش قادره، يقول لي اسمها مش قادره، وتترعش، تبقى اللي هو ايدك بتعمل كده ونقط العرق بتنزل على الارض وبتسمع صوت والناس بتتفرج عليك، وانت اللي هو لحد ما خلاص بتروح واقع بقى بس. ومن ساعتها بتحرم بقى ان انت فعلا تتاخر على ارض الطابور، لان بقى انت ممكن تنزل بايدك دي في الرمل بقى وتعمل 6 استعد والدنيا حر، فانت بتلاقي ايدك بتتشوي يعني، فانت عايز تنجز. لان هناك بيقولك ايه، انت تحترم نفسك الدنيا كلها تحترمك. المثل ده فاجر هناك فعليا. احترمت مواعيدك واحترمت نفسك، هتلاقي ايه غير كل حلاوه. انما هانت بر ماشيين بفلسفه اللي هتزرعه تحصده بس. فتعلمنا الانضباط بسبب الحوار ده بصراحه. عمرك ما بتحس انك مظلوم، بتحس ان انا استاهل ده بقى. ما الانضباط بيجي كده لحد ما بتجيلك بقى اول مكالمه. عامل ايه يا ابني؟ طمني عليك يا حبيبي. تلاقي امك بقى اللحظه دي ما بتبقى صعبه، دموع كده انت كاتمها، زورك الحتة دي كده، في انت بلعت زلطة يعني مشوجاك، مش قادر ترد، انت بس عايز تسمع. نفس الوقت انت بتبقى عايز ترد عشان ما تقلقش عليك. كل المشاعر دي بتحصل لك في اقل من ثانية بعد اول كلمة من امك. بتحاول بقى تمسك نفسك كده انا تمام يا امي. بعد المكالمة دي ما بتتقفل يا ديني شلالات، انت والشباب كلها بقى. وكله فاهم، تحس تكتشف ان انت انسان. هنا اللحظة بقى اللي هو انت كنت وحش، انت كنت فاكر بقى ان انت قد الدنيا والدنيا مش قدك وخلاص بقى خدت على الميري وبتاع. خد مكالمة بقى من امك او من حد انت بتحبه برضه، تعرف قد ايه بقى انك لا ما يغركش الميري اللي انت لابسه ده، انت جوه مارشميلو، انت في اللولو. من الانسانية بقى تلاقي بقى اصحابك في الميز بقى اللي انتوا بتاكلوا فيه، تقسموا مع بعض الاكل، اللي ما بيحبش البامية يدي اللي بيحب البامية، واللي حد انت بقالك يعني لسه عارفه من شهر ما كنتش تعرفه، تلاقيه اقرب حد ليك، اقرب من اخوك، تخاف عليه بجد، انت مش عايز منه حاجة، تخاف عليه الواد، انت حاسس بيه. اهلك مش حاسين بيك، انت بتقول لهم انك كويس بس هم وحشينك، وانت مش فاهم ايه اللي انت يعني مش فاهم
ايه الغسالة اللي انا بطلع منها؟ ايه اللي انا داخله ده كده انا بتغير. انت بتشوف، انت بتعمل ان كاركتر ديفلوبمنت ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بس بترجع لمكالمة من اهلك بتنهار بقى، وتبدأ تبص لناس جديدة حواليك ان هم اقرب من اقرب صاحب ليك بره، لان اقرب صاحب ليك بره ما يعرفش عنك حاجة. تبدأ تشوف هل فلان كل، تروح تيجي على نفسك عشان ياكل. فلان عايز مية، تروح مديله المية اللي انت اصلا عطشان، مش عايز منه حاجة، مش مستني منه شيء، هيديك ايه جوه زيادة. تلاقي ناس انت كنت بره بتقعد تتريق عليهم وتبقى عنصري تجاههم، بتلاقي ان انت جوه بتشيلهم فوق دماغك. والعكس، هم ناس ما كانتش ممكن تحبك بره، تلاقيهم جوه بيحترموك، لان هم باصين للكور، باصين للانسان اللي انت فيه، مش باصين لهيئتك، ولا لان مفيش لا هيئة ولا شكل ولا مظهر ولا نفوذ، مفيش اي حاجة غير انسان. انتوا مرايات بعض جوه بقى، بتشوف نفسك في كل واحد منهم، ما بتبصش لمصلحتك، بتبص لمصلحتكوا. انا فاكر كويس قوي يوم نمت وما روحتش فيه الميز اللي احنا بناكل فيه، لقيت واحد جايب لي رغيف حاططه في الافرول كده ومعاه جبنة كده بنشتريها. انت ليه عملت حسابي؟ دي ما حدش عملها بره في حاجة ما هو معاه في مادياتها. انت ازاي فكرت انك هتشيل عيش في افرول؟ ايه ده؟ ايه الجمال؟ ايه يا عم؟ هنا انت بتبدأ تفهم ان ايه ده، الحاجة اللي انا خايف منها عايز منها كمان. تلاقي الناس بقى بتشتري من الكانتين علب تونة، ما ياكلهاش لوحده، لا ينادي علينا تعالوا واللي يبقى الناس عارفة ان ده مثلا مادياته مش قد كده جوه، يقوموا مكلميننا كلنا يجمعوا مننا فلوس، يروحوا حاطينها له تحت المخدة ولا الهوا. ونبقى مثلا بنراقب الواد صاحبنا ده، يروح لاقي الفلوس، ولا واحد بيقول له كلمة، ولا واحد يقول له اي خدمة. هو بيبص لها كده ويبص لنا كلنا، ويروح شايلها وبي كده، واحنا كذلك زيه. المهمة تمت، ولا حد بيقول له ايوه ولا كأنك عملت حاجة زي دي. انا عمري ما عشتها ولا عايشة. احنا ازاي حسينا بيه من غير ما يطلب؟ ازاي عرفنا ان مادياته مش احسن حاجة وساعدناه بالشياكة دي؟ بتبدأ بقى تشوف انت كنت عامل ازاي وبقيت ازاي. انت كنت بره عايز اي بنات، فلوس، عربية، شيء. انت جوه هنا انسان بقى، انت عايز، انت مش عايز حاجة، انت عايز الخير للكل، انت عايز الدنيا تبقى زي ما بتمشي معاك تمشي مع الكل. لو ماشية معاك كويس تمشي معاهم كلهم كويس، لو مشيت معاك وحش كلهم هيعوزوا تمشي معاك كويس قبل ما انت تعوز تمشي معاك كويس. فبتلاقي الناس دي سكنت قلبك بقى خلاص. انتوا اللي هو يا جدعان انتوا مين بقى؟ ايه بقى يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده بقى؟ ما ده احنا جايين كام شهر ونطلع، انتوا ايه بقى ايه الكونسبت الجديد ده بقى؟ لحد بقى ما بتجيلك الخدمة اللي بتقف فيها في الفجر، ماسك بقى البندقية بتاعتك والنجوم، انت والنجوم وهواك، تفكر بقى في احلامك بره وتفكر في خططك، بس تفهم ان الدنيا بره مش زي دي. الدنيا بره مش حقيقية كده. انت بمجرد ما تلبس الكوتش بتاعك الماركة فلانة والتيشيرت بتاعك الماركة فلانة، هيبدأ يتبصلك البصة بقى اللي هو انت مين؟
لكن جوه وانت لابس زيك زي كله، انت بتبصلك كإنسان بس. لكن اول ما هتطلع من هنا انت هيتبصلك بقى اللي هو انت منين بقى، انت ده نايكي، ده دي عربيتك، ده موبايلك، شعرك حلو، دقنك فبتبقى بتسمع افكارك حرفيا في وقت الفجر ده بقى وانت واقف الخدمة دي. حرفيا صوت افكارك بيبقى اكنه ميكروفون. واللحظة دي بقى بتبقى لحظة لقائك بالشخصية اللي اتكونت الجديدة، اللي كانت داخلة على المجهول، واللي انت كنت عايز تتعرف عليها كده وانت بتحلق. هي دي الشخصية اللي اتكونت جوه، اللي لو شافت الشخص الجبان اللي خايف من المجهول، اللي كان جسمه بيضحك عليه ومفهمه انه ما يقدرش، هيضحك كده ويقول ده على الله. برضو بترجع تبص ان قد ايه سريرك الدافي في بيتك مع كوباية شايك وسجارتك برضو كانت نعمة انت حاسس بيها دلوقتي. سرير دافي مع كوباية شاي، اللي هو انت دلوقتي ممكن تكون بتعملها وانت بتتفرج عليا دلوقتي، دي جوه حلم. هنا انت بتكتشف انك شوكولاتة، قهوة، اسمع اغاني، اكلم فلان، ابص لاهلي، اقعد معاهم. تبدأ تشوف كل الحقوق المكتسبة اللي انت شايفها حق ومسلمات، دي نعم. بتشوف الدنيا بشكل تاني خالص. تبدأ تدرك ان ذكرياتك دي كنت بتجري على اوهام، شوية فلوس، شوية مادة، بس انت جوه هنا بتبني انسان يطلع يعرف يتعامل مع المادة، يعرف يتعامل مع السيستم ده، يحس بقيمة الحاجات اللي كان ما بيشوفهاش بس بيعملها، يشم الأكل قبل ما ياكله عشان يحس بيه، يبص للناس في عيونها عشان يشوف صحابه وأهله، مش هبقى أشوف ويمشي، بيوحشوك. أول يوم أجازة ليك وبتطلع بره بقى، الدنيا بتبقى ماشية أسرع من أسرع قطر ركبته في حياتك. بتتفاجئ صدمة، انت في شوك غريب. ايه ده ناس بتجري وناس بتمشي بسرعة وعربيات وانت اللي هو ايه، والوان بقى لبس ودقن وشعر وزمارة يا نهار. لا 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 لا. بتبدأ تشوف انا كنت عايش يا لهوي، يا نهار وتقعد بقى لا هذه الدنيا التي ركلت بطني امي. هو انا كنت خايف من ايه؟ من الميري؟ ما تفهمش بقى انت هو مين الصح ومين هو ايه ده اللي هو انتوا ازاي الناس دي بتبدأ تصحى تفكر في اللبس اللي هتلبسه. هو مش 3 حاجات، مش تمرين وافرول ولبس نوم. انت ازاي لابس 3 الوان نسقتهم؟ انت خدت وقت. ستايل شعرك انت قعدت تسشور ياه، انت قعدت تحدد دقنك وتبدأ تفهم بقى الدنيا دي ايه، تفهم الشقلبظات دي. اديني في اللولو. كبرت على المحيط بتاعك اللي انت كنت شايفه قد كده بره كده، بقى هو ده بقى اللي انت لابساله ومتشيكه ومش لابسه افرول. اليوم بقى اللي انت كنت بتحلم بيه في اول جيشك جه، اللي هي بقت لحظه صعبه دلوقتي. انت انتهيت بقى خلاص خدمتك، انت رايح تسلم المخله اللي انت انا كنت بمشي كده بقى انا باخدها وهات وحط، رايح اسلمها بقى خلاص. بس وانت بقى بعد ما بتسلمها وبتاخد الشهاده، فويد، فراغ. يا نهار ابيض، انا اكتسبت كل التجربه دي وبعدين طب انا هطلع اعمل ايه؟ ده انا طب وصحابي. فبتبدا تحس طب انا كونت شخصيه حلوه قوي، انا اكتشفت ذاتي، انا اكتشفت احمد،
طب ده انا كنت سايب حاجات بقى، الشخصيه القديمه هي اللي ساعتها هطلع انا مش مهتم بيها، مش ايه ده. تبدا تبص اللي هو طب ما هو انا مش ده، هو ده حد تاني. فهنا بقى بتدرك انك بتودع اخواتك واللي هم زمايلك، بس انت مش بتشوفهم زمايلك، انت بتشوفهم انت مراياتك اللي كانوا اقرب ليك من اهلك، اللي انت قضيت معاهم ايام وشهور بألوفات السنين. طبعا بقى بتودعوا بعض بدموع وشحتفة بتبقوا بجد انتوا زعلانين ان انتوا هتسيبوا بعض، وانتوا بتودعوا بعض بتبقوا بتوعدوا بعض ان انتوا هتبقوا على تواصل، بس كل واحد فيكم جواه على يقين ان كل واحد هيتسحل في مدار حياته ومش هتتقابلوا، ودي اخر مرة انتوا هتتقابلوا فيها. وانا بودعهم في اللحظة دي بصيت لكل واحد في عينه، ابتديت اشوف نظرة اللي هو بيرجو اللي كانوا شايفينه شخص على الله وبتاع ربنا في الاول فخورين بيه كده، وانا فخور بيهم وبنسلم على بعض واحنا رجالة كده وايدينا في ايد بعض. البصة اللي هي انا وانت فاهمين اللي فيها. بس يا سيدي قمت واخد الشهادة بتاعتي وقمت طالع على البوابة بتاعت المكان اللي انا كنت فيه، برحب بالايدنتيتي الجديدة بتاعتي اللي انا اكتسبتها في الرحلة دي وسط اخواتي دول، وسط زمايلي اللي اتكونت مني ومنهم من تجربة شخصية ما تأثرتش بحاجة غير ناس همهم على بعض، مش لمصالح او لماديات. فعلا حسيت ان الشخصية الجديدة دي قد الدنيا والدنيا مش قده، كسب وعي بذاته عمره ما كان هيكسبه غير بالتجربة دي. ودي هو قدامكم بيحكي لكم القصة الجميلة دي اللي كان نفسه يحكيها لكم من زمان. عشان كده لو بيرجو اتغير ليه، انت معاك الإجابة. أشوفكم في القصة الجديدة لما اترفدت.